صباح الخير او مساء الخير. فيديو ازاي هنطبق ورا الخبير. لو احنا رحنا للخبير دلوقتي هنلاقي ان هو باعت توصية كاتب فيها باي ليميت 62. طب الباي ليميت 2462 بعملها ازاي؟ دي هعرفها لكم. جولد باي ناو 65 زائد كتب تاني اجين 2470 and التيك بروفيت عند اول تيك بروفيت 2473 تو تيك بروفيت 2493 3 تيك بروفيت 2500. طب انا عايز اجيب الذهب. اولا الاكس اي يو يو اس دي تي ده رمز الذهب، هضغط عليه هعمل طلب جديد. انا طبعا ما دخلتش في وقت الخبير ما قال على طول، وده غلط، لازم ندخل وقت دخول الخبير. هنا بعلي اللوت بتاعي مثلا وليكن تمام، هنخليه 5 دي اللي هو 0.05. طب لا احنا هنخليها 0.01. تمام، هنعمل باي. الباي يعني شراء والسيل يعني بيع. تمام، في ثواني الصفقة اللي من 65 جايبة ربح عالي، هو بيقول ان الصفقة جايبة ربح عالي. انا هنا اشتريت عشان داخله متأخر، اشتريت من 72 عشان كان فيه خبر دلوقتي. هعمل باي تاني، ركزوا. احنا كده اوريدي عندنا صفقة عليها، مش دي، عندنا صفقة على الذهب فهو فتحه لنا برضو. هعمل طلب جديد، هعمل شراء تاني. تمام، طيب خبير كان باعت حاجة، هحاول اجيبها لكم من فوق. هي قنوات تليجرام مش راضية تظهر. طيب ما علينا هنرجع تاني كده. السعر في صفقة جايبة ربح صغير، وفي صفقة جايبة لسه هتجيب ارباح. طب انا عايز احط تيك بروفيت، انا دخلت الصفقة على طول، انا عايز احط تيك بروفيت والستوب لوز. هضغط على دي من جهة من الشمال من اليمين للشمال، هضغط على علامة القلم، اعمل التيك بروفيت بتاعي مثلا 2483، والستوب لوز بتاعي عشان لو السعر نزل 2000. مثلا انا عندي سيولة كبيرة فهحط الستوب لوز بتاعي تحت 2400 وليكن 55. تمام، دي الخبير مش قايلها بس انا كاسماء مثلا هحط الستوب لوز بتاعي هنا. هعمل تعديل كده، الستوب لوز اتحط والتيك بروفيت بتاعي اتحط. هنيجي نشوفه على السوق. هو السعر نزل، لو جينا عملنا صغرنا الشارت شوية عشان نشوف الاهداف. التي بي اهو، ده التيك بروفيت بتاعي والستوب لوز اهو. يعني الصفقة هتقفل بخسارة عليا لو هي نزلت لحد 55. تمام كده، نرجع لها تاني. طيب انا مثلا شايف ان السعر هيرجع يرتد تاني، ممكن ارجع اشتري صفقة تانية. انا كده اوريدي على خسارة. دي هنا بقى نقول عليها اسمها تعزيز. طول ما احمل اقدر ان انا اشتري والسعر عاكس عليا، فكده برضو اسمها تعزيز. طيب كان كوتش عفيفي قال
حاجة اسمها باي ليميت من 62. هعمل طلب جديد وهاجي هنا على التنفيذ الفوري، هعمل حد امر الشراء والسعر هنكتب 2462 اللي هو 62. تيك بروفيت بتاعي 2480. ستوب لوز 24 وليكن 40. وضع ده كده شراء معلق، باي ليميت شراء معلق. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بقول للسوق هي اوريدي لسه ما اتنفذتش، وممكن لو السعر طلع ما تتنفذش اصلا. انا كده بقول للسوق لو السعر نزل لحد 2462 اشتري لي صفقة. يعني السعر ينزل اهي، هي موجودة فين؟ 62 بتاعتنا اهي، السعر اهي 62. دي الباي ليميت، حتى مكتوب عليها اهي باي ليميت. اوكي طيب النقاط دي كلها انا عايزة اخد بالي منها. الباي ليميت دي لو السعر نزل هتتفعل، لو السعر صعد منزلهاش مش هتتفعل، كأنها وجودها زي عدمه. طيب في سيولة بيعية موجودة دلوقتي في السوق بتعمل تذبذب في السعر، تعمل تصحيح في السعر، فبالتالي ان السعر دلوقتي هابط. فالباي ليميت دي الخبير قايل عليها دي محدش بيدخل صفقات كتير الا بناء على قدرة حسابه على تحمل الخسارة. قبل ما بنحسب المكسب بنحسب الخسارة. تمام؟ فالباي ليميت دي لو السعر لمسها هتتفعل، ما لمسهاش مش هتتفعل. طب هو لو لمسها، يعني انا دلوقتي اهو بقرب لكم الشارت، لو لمسها هتتفعل. لو نزل ضرب الستوب لوز بتاعها هتقفل بخسارة، لان انا اوريدي عاملاها بستوب لوز. ثواني ناخد صفقة من 65. ده برضو اسمه تعزيز، بعزز ان انا باخد صفقة والصفقات الباقية عكسها اوريدي عليا، فما عنديش ادنى مشكلة خالص. انا حسابي هيستحمل، فبالتالي براحتي، طول ما حسابي يستحمل براحتي. مع اني ممكن كنت اخد كل الصفقات دي بيع استفيد منها، ولكن عندنا الخبير شايف نظرته ان هي تصعد، فانا دلوقتي بطبق ورا الخبير مش اللي بتحلل. انا مطولة الفيديو علشان هنشره وهنظبط الدنيا. فلو نضرب عندي الباي ليميت هيتفعل معايا الصفقة، وبدل ما هي هتبقى هنا موجودة كده، لا هي هتبقى معايا وهتبدأ يبقى ارباح يبقى خسارة. احنا ستيل مكملين. طيب هو كده المفهوم بتاع الباي ليميت والسيل ليميت اللي هو الباي ليميت والبيع حد امر البيع. يعني انا برضو هوريكم لو عايزين ناخد صفقة حد امر بيع نعمل ايه. هنضغط برضو على، هنكتب مثلا على عملة الجي بي بي جي بي واي. حد امر البيع ان انا بقول للسعر لو وصلت للمكان الفلاني بيع، بدل التنفيذ الفوري هعمل حد امر البيع، وهضغط مثلا السعر عشان احنا مش في الذهب بقى، فهكتب السعر اللي يبدأ منه بيع، وليكن هنقول 1.9 1.8. وانا شايفة ان هو فيها شراء دلوقتي،
ولكن ما علينا، انا عايزه اجرب حاجه بس معينه وهرجع الغيها تاني. هي كده كده ممكن ما تتفعلش لانها هتبقى ستيل. يعني هعمل 1.8، نمسح كل الاصفار دي. السعر اللي احنا بنكتبه هنا هو السعر اللي هيتنفذ منه من عنده الامر. 1.8 9، 1.8 9 بوينت 5. اوكي تمام. التيك بروفيت بتاعي عشان احنا عاملينه حد امر بيع، فاول ما السعر يلمس النقطة دي هيفتح صفقة بيع. التيك بروفيت بتاعي مثلا هنقول سي عند نفس الرقم اللي موجود دلوقتي، 1.8 او هنقول 8.7. الستوب لوز بتاعي عند 1.8 او هنقول 1.90 بقى، 1.90. تمام. وضع السلمت هو الفعل الذهب منزلش يفعل الباي ليميت اللي عندي، بس السلمت هجيب لكم التشارت بتاعتها عشان نكون واضحين فاهمينها. انا حاطه الامر ده او ان السوق اول ما يلمس الخط ده يبيع اهي. يعني ممكن اجيبها لكم من مثلا ل4 ساعات. هي مش واضحة اطلاقا بس بحاول والله اوضحها لكم. احنا كده عاملين الستوب لوز قريب جدا صح، بس ما علينا يعني. هاتي الدي كده. هي كده واضحة. طب احنا هنحرك الستوب لوز من 190، هنخليه دلوقتي 195 مثلا. الامر لسه معلق بس انا عادي ان انا اعدل عليه اهي. بدل ما هي 190 هنخليها 95. لو جينا نبص على التشارت تاني هنلاقي شايفين بقى الفرق ان هنا كده بقى سلمت تيك بروفيت الاولاني عند 87. ممكن نعمله اكتر. الستوب لوز بتاعي ان لو السعر كمل صعود يقفل لي على خسارة لحد 95. دي يعتبر كل الاوامر: الباي ليميت، سيل ليميت، البيع والشراء. البيع نفس الحوار سيل، الشراء باي. فهم اسهل ما في من كده مفيش. لو جينا نبص تاني على الذهب هو متذبذب، ما في لسه مستقرش، هيصعد او هو اوريدي صعد لحد 68. شايفين كمية صفقات. هو كان هيضرب ستوب لوز لصفقات تقريبا. هو عشان الشرط قريب قوي فمش واضح. نعمل 30 دقيقة. الشمعة رجعت صعدت تاني، يعني كانت خلاص هتفعل الباي ليميت اهي. هي كانت هتفعل الباي ليميت بس للأسف ما فعلتهاش. فاحنا ممكن كنا نعمل الباي ليميت عند 64 او عند 63، كان زمانها اتفعلت. احنا في عندنا هدف لحد 80، فبالتالي اول ما السعر يصعد لحد 80 هتقفل على المكسب. اوكي. الصفقة اللي مش نزلت لها مش هتتفعلت، فاحنا ممكن نقفلها دلوقتي او ممكن نسيبها لحد ما نشوف السعر هيستقر يروح فين.
اوكي. دي كده كل الاوامر، الباي، السيل، كل حاجة، الباي ليميت والسيل ليميت. فدي الباي ليميت والسيل ليميت اللي هو بيع بالمعنى الاصح بقول للسوق لو السعر لمس الخطوة دي اشتريها لي، ولو السعر لمس الخطوة النقطة دي بيع. تمام. ف دي كده كل الاوامر سهلة جدا. الناس اللي موجودة معانا في الأكاديمية انجوي، الناس اللي حابة تعرف أكتر عن أكاديمية ماني ميكر ابعتولي علشان في اوفر حلوة جدا 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 دلوقتي.